هنعمل النهارده صينيه قمامه باللحمه المفرومه، هتاكلوا صوابعكم وراها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هنعملها وهي عصاج اللحمه. اديت كده تشويحه للبصل في شويه زيت وحته سمنه بلدي كده بتديها طعم حلو جدا. بعد كده هنزل عليه بالبهارات، ملح وفلفل وبهارات لحمه وشويه قرفه وشويه زنجبيل، وكمان حطينا البهارات السبعه. هميكس هنا البصل مع البهارات، وبعد كده هنزل عليهم باللحمه المفرومه بتاعتي. هبدا بقى اللي انا اميكس برده كل ده مع بعضه. انا هنا كل ده معليه النار، يعني مخليها وسط. تمام. هحط سنه من جوز الطيب، وبعد كده هحط سنه صغيره من دبس الرمان. قلب قلب كل ده حلو بقى. تركايه بقى حلوه هنا بنعملها في صينيه القمامه، بنحط شويه زبيب كده حلوين بيديها تسكيره وطعم حلو جدا جدا. كده خلاص اللحمه مفرومه اتعصجت. تعالوا بقى نحضر الرقاق. احنا جايبين رقاق ناشف. لو عندك شوربه لحمه او شوربه بط بتبقى حلوه جدا في كلتا الاحوال. بتحطوا بس في الشوربه شويه سمنه بلدي، وتبداوا بقى اللي انتوا تحطوا فيها الرقاق وهو ناشف كده في الشوربه وهي سخنه. بعد كده تبداوا انكم ترصوا الطبقات بتاعتكم. بتقسموا طبقات الرقاق على الاتنين، وبعد كده بتحشوها من النص اللحمه المفرومه بتاعتكم، وبعد كده بتكملوا تاني. ولو معلقه شوربه كده بقى بحته سمنه بلدي تسقوها بيها، وتقطعوها وتدخلوها الفرن وتاكلوا احلى صينيه قمامه باللحمه. اهم حاجه بقى تكتبوا لي التريكات بتاعتكم ايه في صينيه القمامه. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال. باي باي حلوين. بحني